صباح الخير عليكم، عاملين ايه في التلج ده؟ الدنيا ساقعة جدا. احنا كنا نسينا الشتاء بقالنا كام سنة. السنة دي عادت لا تنتقم. وطبعا كلنا مش عارفين نتحكم في اكلنا خالص. انا شخصيا زايدة 5 كيلو. فقررت ان انا ارجع لقواعدي سليمة وارجع لستايل لايف. انتوا عارفين انا ما بعملش دايت، فهرجع للستايل لايف بتاعي تاني واخلي بالي من اكلي. ودي نصيحتي ليكم، ان انتوا يعني لو ما طلعناش خاسين ما نطلعش زايدانين 10 20 كيلو يعني ونرجع نعيط. فناكل برضو حاجات بس تكون بتدفي وبتشبع، بس نبعد عن النصيحة الأولى والأخيرة دايما بقولها لكم: الدقيق الأبيض، ابعدوا عن النشويات. النشويات كل حاجات تانية تدفي و... ويلا هوريكم دلوقتي مثال كده اليوم من أكلي. ان شاء الله كده تستفيدوا منه. انا طبعا الصبح باخد ميه بليمون بعسل زي ما انتوا عارفين. النهارده خدت ميه بليمون بس ما خدتش عسل، عشان هحط سكر محلى زيرو سكر، بس برضو يعني احتياطي عشان اقل الضرر. هفطر بليله، البليله بتدفي جدا، اعملوها بلبن خالي الدسم. طبعا اتكلمت في فوائدها في فيديو بتاع المشروبات والطاقه دول قبل كده، هسيبهولكوا في الاخر. فهي حلوه جدا جدا، بس اللي هيكون نازل ما ياكل يعني، ما ياخدش منها وينزل على طول، او ما ياخدش اي حاجه سخنه وينزل على طول. تعالوا نشوف بعد الفطار هنعمل ايه. انا قاعده بصور لكم فيديو هيعجبكم جدا ان شاء الله. فيديو بتاع العيش الصحي. عيش زي العيش البلدي بتاعنا، بس عيش صحي هيعجبكم جدا. مش هيعمل لكم مشكله لو كلتوا منه. وهيكون في فيديو هينزل بعد الفيديو ده. بيشبع جدا، بيديكوا احساس بشبع رهيب، رغم ان انا بعمله صغير مش كبير. ان شاء الله هيعجبكم جدا. انتظروا الفيديو دوت، بعد دوت هنزله على طول. كده انا على الظهر خدت اول سناكس القهوه التانية بتاعتي، ومعاها الكب كيك برضو اللي عملته قبل كده، وهسيب لكم الفيديو بتاعه في اخر الفيديو. الكب كيك دوت قليل السعرات وانا حاسباها، وحلو جدا، تحفه يعني. بعد 3 ساعات تقريبا هتغدى، فهنشوف مع بعض ساعة الغدا هتغدى ايه. هاكل لوبيا. لوبيا حلوة قوي، اولا بتدفي جدا. بس عايزه اقول لكم ان اللوبيا دي ني في ني. مش طبعا انتوا عارفين الفرق بين الني والني والمتسبك، فده ني في ني. انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. آه مش ممكن شايفين الدخان ده لوحده يدفيني بصراحه. آه على حاجه، البروتين في مع اللوبيا بالذات اللحمه حلو جدا، في فيتامينز بيشتغل مع اللوبيا. انا مش عايزه اكل بروتين كتير، فعملنا ايه؟ فحطينا، انا بقى مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، حطيت لحمه مفرومه خاليه الدسم بس. فانا عايزه اوريكم بقى العيش اهو، بيتقطع عادي زيه زي اي عيش. فانا بقى ايه، يعني ساعات الواحد بيبقى هو بياكل كده بيبقى ايه، واحد ساعات بيبقى عايز يغمز. العيش الدايت كمان اللي بيتباع بره ما بيتغمسش بيه، ما اعرفش ليه. مره جربت جبت عيش زي دوت، لقيته انا حسيت ان هو هيطخني اكتر من كتر ما انا باكل فيه اكتر. اكيد انتوا عارفينه يعني. فما اعرفش. فده انا بحس ان ده وزنه حلو، انا بحط فيه حاجات كتيره جدا مفيده يعني تزود الفايده بتاعت العيش. فانا بقى هاكل اللوبيا. الطبق ده صغير، انا معرفش برضو انتوا اكيد شايفينه عملاق، بس والله لا يعني. بصوا اهو، ومن تحت مفيش اهي، هي الحته دي. وانا بحب كده، بحب اغرف اطباق صغيره عشان تحسوا ان انتوا بتاكلوا كتير. انتوا لما بتغرفوا بقى كميه صغيره في طبق كبير بتحسوا بالجوع، بتحسوا ان انتوا يعني هفتانين وان انتوا كلتوا كميه قليله. لا بالعكس، حطوا كميه بتاعتكم في طبق صغير، فهتحسوا ان انتوا بتاكلوا كويس جدا، لان العين وكل الحواس بتشتغل. فالبق عايز يندغ حاجه، عايز معلقه تخشله، عايز يكون فيه عيش. عشان كده دايما كمان بيبقى الواحد ساعات بيبقى عايز حاجه كريسبي، حاجه تقرقش في السناكس وكده. عشان كده الواحد برضو بيعمل بدائل تعمل قرقشه، هتشوفوها دلوقتي.
فهو ده بس اللوبيا مفيده جدا طبعا، فوائدها يعني لا تعد ولا تحصى، والجو تلج الجو تلج مش قادره اهوت. فهروح اكل بقى وهنشوف بقى هنعمل ايه بعد الغدا. السناكس اللي انا هاخده دلوقتي، انا عايزه اقول لكم بصوا ان انا اصلا لابسه جوانتي، الدنيا النهارده تلج بمعنى كلمه تلج. مش عارفه يعني، حاسه مش بصقيع، انا حاسه ان الشقه مخرمه والهواء بيخش لي من كل ناحيه. مش عارفه في ايه، ولا في حد قاعد ورايا بينفخ ولا ايه، انا مش عارفه. anyway، اكتر سناكس انا بحبه جدا 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 وكله فيه زي ما انتوا عايزين، ملوش سعرات حراريه اساسا تذكر، يعني بالعكس ده بيساعد على الحرق. الفراوله، انا بطلعها، انا بسيبها كده، كنت زمان باكلهاش الا بسكر. وكنت بحس انها كده يعني لزعه كده او حاجه، لكن مش عارفه ليه بقالي فتره بحبها كده. والسنه دي كمان الفراوله حلوه قوي قوي يعني. السنه دي الفراوله جميله شكلا ومضمونا ولونا وزي ما انتم شايفين بصوا عامله ازاي، فهي يعني حلوه قوي حلوه قوي. فانا بسيبها بالزرعه بتاعتها كده، عشان ما تبصي، وعشان كمان يبقى شكلها حلو وانا باكلها. فبطلعها بس قبل ما اكلها بشويه عشان الدنيا ساقعه، فما تبقاش متلجه. والله هحاول احط ان انا بعد كده ما احطهاش في التلاجة، بس اي ثينك ان هي روحها قصيره يعني ممكن تبوظ. فحلوه جدا كسناكس، ودي تقدروا تاكلوا فيها، يعني تقدروا تاكلوا قد الطبق ده مرتين عادي، بس قسموها يعني، حاولوا ان انتوا تقسموا الاكل. دي حاجة لطيفة جدا يعني، انتوا حتى لو قادرين تاكلوا قد ده مرتين اوكي، مفيش حاجة مفيش مشكلة، بس خلوها على مدار اليوم، ما يبقاش مرة واحدة. علشان احنا لما بناكل كتير مرة واحدة شوية وهنجوع في الساعة ديت، فهتاكلوا كمية تانية مضافة. طبعا اي حاجة بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. هاكل فراولة بقى، كفاية كلام وياكل شوية، فظيعة. عمالة اصور لكم صوت الفشار ومش عارفة ايه، وفي الاخر اكتشفت ان الكاميرا ما بتصورش. من احلى السناكس بقى اللي انا بحبه جدا، انا بحط الملح، في ناس بتحط الملح اللي قبليه قبل ما يتعمل، انا بحب احط الملح بعد ما بعمله واقلبه هكذا. من احلى السناكس اللي بتشبع. فكلوا فشار يعني زي ما انتوا عايزين، بس مش عليه عسل بقى والتوفي والمهيم وكده، لا خلينا نكتفي بس بالفشار يعني، وحلو يعني. السناكس الاطعم والاحلى في الحياه الفشار طبعا. انا هتحدى نفسي ان انا مش هاكل حاجه بعد الفشار، مش عارفه هقدر ولا لا في الساعه دي، بس هحاول يعني، ما نشوف هيحصل ايه. احنا بالليل وسقعانه جدا، فهعمل الكاكاو ده، انا هجربه معاكم حالا لاول مره. خدت الفكره منه، شفتها وقبل كده مش فاكره فين، وعايزه اجرب بالطعم ده. كاكاو هقول لكم دلوقتي. الاول انا بجيب الكاكاو مش النسكويك ولا الحاجات دي، لا الكاكاو الخام خالص. باخد عيار الكوبايه اللي انا هعملها، وحطيت معلقتين شاي كاكاو خام دارك، وده لبن بودرة خالي الدسم. انا بحب اللبن البودرة مع الكاكاو اكتر من، انا عامه ما بحبش اللبن الحليب يعني. حطيت معلقتين برضو. وبقى الحاجه اللي انا كنت مستغرباها وعايزه اجربها معاكم اشوف الطعم ايه، القرفه. فانا مش عارفه، هم المفروض بيقولوا يعني معلقه كمان، فانا لا، انا هاخد مثلا ربع معلقه ونجربها مع بعض واشوف يعني. قلت انا حاسه ان هي هتطلع طعمها حلو يعني، القرفه والكاكاو والاتنين بيدفوا والاتنين مفيدين والاتنين حلوين، فقلت ما اجرب يمكن يعجبني. فانا نسيت اقول لكم على حاجه، انا قلت لكم ان انا هتحدى نفسي في بعد الفشار. لا يا جماعه، انا اكلت بعد الفشار تفاحيه وبرتقانيه، وعايزه اقول لكم ان البرتقان بيدفي جدا، فاستفيدوا من حكايه ان البرتقان ده فيتامين سي، يعني هيقوي جهاز المناعه في البرد اللي احنا فيه ده، وهيدفي وسعراته قليله، فلطيف برضو كسناكس يعني. انا بضربه جامد قوي قبل ما احطه على النار، علشان لا الشوكولاته تلزق تحت ولا يبقى مكلكع ولا اي حاجه.
يعني بحطه على النار كده، وحتى هو على النار بقعد اقلبه عشان ما يلزقش ويبقى لطيف. يعني انا بحب اعمل كاكاو كده، يعني مش كلنا بنعرف نعمل كاكاو، بس انا حبيت اجرب حته القرفه دي. وبحب اصفيه برضه عشان ما بحبش حاجه كده تيجي في بوقي. يبص يعني انا كده دفيت، يعني الدخان ده دفاني والله. الدنيا تلج النهارده. يعني تفتكروا طعمه هيبقى ايه؟ ندوق. واو. حلو جدا. انا هقعد اشربه بقى وهنام، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.